فترة هذا الموضوع كثير تكلموا فيه، بس أنا تكلمت فيه زمان. يعني في ناس زعلوا علي وقالوا ليش أنت تقول كذا، وترى أنت معناته أنك أنت نصير المرأة وكأن الرجال هم اللي يخطئون وكذا. أنا بتكلم عن موضوع أنا أعتبره حساس، اللي هو موضوع المطلقات أو المنفصلة عن حياتها الزوجية. وقلت تزوج من المطلقة فقد تكون أصلح، قد تكون أصلح، وقد تكون تساوي البكر، وربما تكون أفضل حالة منها. مو على كل حال، لكن ربما تكون، لأنها مرت بعضهم تمر بتجربة فاشلة مع رجل فاشل. يعني أنا آسف على هذا الكلام. فسبحان الله إذا تزوجت برجل فيه خير ورجل ناصح صادق معها، يظهر عندها كل الأشياء اللي كانت المفترض أن تقدمها زوجها الأول في بيتها، في صناعتها، في أمورها، في كل شيء، لكنها ما استطاعت تقدم لهذا الرجل، ما استطاعت تقدم له، لأنه كان تعامله سيء جدا، وكأنه قاعد يتعامل مع دمية في البيت، هي بإنسانة. فإذا طلقت سبحان الله العظيم، وكأنه هي الخطأ، هي المتسببة، هي المفترض تصبر، هي المفترض أنها تقعد، المفترض لا، لازم احنا نعادل، نسوي معادلة في هذا الموضوع. نقول لهم لا، المفترض انكم تصلحون وضعكم، تتناقشون على مائدة صريحة وصادقة، الزوج والزوجة، تدخلون عناصر أخرى من الأسرة، يتدخلون في حياتكم. إذا ما صلحت، أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا شيء ما ندعو له أصلا، لكن في حالة أنها تغلق كل الأبواب، في باب مفتوح كل واحد يطلع من هالباب وتتغير أحوالهم. فلا يعني أن المطلقة سيئة على كل حال، مهما طلقت مرة مرتين ثلاثة وعشرة، ومهما طلقت لا يعني أنها سيئة بالكلية، ولا يعني أنها امرأة صالحة بالكلية، لكن لازم يكون في حوار هادف. وأقل تقدير اللي ما يعرف يقدر لا المطلقة